سلامة، اليوم باش نعمل لكم بيتزا بطريقة صحية للجماعة اللي عاملين دايت ويحبوا البيتزا. تابعوني تشوفوا الريسيبت. كاس غير 400 دافي فيه مغرفة كبيرة خميرة ومغرفة صغيرة عسل. خذيت كعبة ياغورت ناتوريل أو زبادي خالي من الدسم، تكون بحرارة الغرفة وباش نحطها في الروبو. بعد ما تفاعلت الخميرة 5 دقائق نصب عليه. زدت عليهم 500 غرام دقيق البر أو فرينة قمح. توا باش نحط الخليط الكلي تعجن في العجانة الكهربائية بسرعة متوسطة لمدة 10 دقائق. في نفس وقت العجن خذيت كاس غير 400 دافي، حطيت فيه ملح حسب الذوق وصبيته على العجين. لهنا زدت في سرعة العجانة شوية باش يتمازج الخليط كله مع بعضه ويتفاعل الجلوتين. كيف ما قاعدين تشوفوا الخليط خفيف على الاخر. العجينة لازمها تكون مرخوفة على الاخر كيف ما تشوفوا فيها بالضبط. العجينة سر نجاحها انها تكون مرخية بالطريقة هذه. خديت الريسيت من عند شيف بيتزا نابوليتانا، يعني من غير ما تخافوا في الحق. تتخمر ساعة البرة و48 ساعة في الفريجيدير. لهنا جبت بلاطو الفور اللي باش نحضر فيه البيتزا، فرشته بفرينة القمح وهبطت عليه البات بالسياسة. زدت رشيت الفرينة فوق البات من فوق وباش نبدأ نحل فيها بشوية، يعني باش نبدأ نضغط من الوسط ونخرج للهواء للجناب، ونبدأ نتبع في الحواشي بشوية بيديا ونضغط ونخرج البر، يعني نحاول نحلها لماكس تكون رهيفة. الحاشي باش تكون متينة شوية، أما من الوسط باش تكون رهيفة على الأخر. بيديا الاثنين نبدأ نجبد للجناب. حطيت عليها صوص طماط فريش حضرته وانا في الدار، ونبدأ توا عاد نشخشخ فيها بالفرماج موتزاريلا. قد ما تحطوا حطوا، يعني تنجموا تحطوا أي نوع جبن موجودة عندكم في الدار. وكعيبات زيتون زادة من غير قلوب، يا عيني يا عيني. وديريكت للفور على نار عالية. شوفوا كي خرجتها من الفور، خياني يا قلبي. وبديت نشخشخ فيها بالطن، نزيد ونقول ما زدتش. حاسيلو استعملت تونة هذه طن خفيف بزيت دوار الشمس. نجموا تعصروها من الماء اللي يحب معناها. ورشة معدنوس اهياني وبرا. شوفوا وكل بات كيفاش طرية، بالحق طرية دو فاصون منيش لاقي كيفاش نهزها معناها، ترمون طرية وهشوش. هاني نقص لكم في مقرصو باش تشوفوا الريزلت عن قريب. تفرجوا شوفوا كل بنة تفور سخونة وصحية، وكل وشبعوا بالبيتزا الحسيلو.